دكتور بدران. دكتور مجدي طبعا انت عارفه ان هو استاذ عظيم في مجال سمع الحلقه. ايوه في الحساسيه والمناعه والايدز والحاجات دي، وله بقى طويل في هذا ورايح دلوقتي ساقط السعيد. تحبي تساليه سؤال معين؟ والله اساله ازاي نتغلب على شبابنا وازاي نقنعهم انهم يبطلوا تدخين. خلاص ماما نعمة سمعت السؤال، وده سؤال مهم جدا. يعني كتير من الشباب يقول لك انا عايز ابطل تدخين لكن مش عارف. اوكي، شكرا يا ماما نعمة. تسمعي معانا بقى دكتور مجدي بدران. انت طيبة حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة. أنا أشكرك وأشكر الأستاذة نعمة ماما نعمة. طبعا يا أستاذة، وطبعا لكل شبابنا لازم نعرف إن إحنا شبابنا بيبقوا ممتازين جدا في مرحلة الطفولة. الأداء العقل بتاعهم يبقى رائع. أنا شفت أطفال في العالم كله، أنا أشهد لك وأقسم إن الأطفال المصريين لحد عمر 12 سنة من أذكى. اتعمل بحث يا دكتور، من أذكى يعني مع احترامي لرأي حضرتك اتعمل بحث بيؤكد رأيك هذا، لكن بعد كده ولكن بعد كده تعالى عند عمر 30 و40 و50 و60 اللي عندك 60 سنة، أنت عملت إيه؟ 60 سنة عملت إيه في حياتك؟ إيه إنجازاتك؟ إيه بصماتك؟ لازم يبقى ليك بصمات. اللي بصماتك بس بصمات الأصابع، لا بصماتك أنت اللي عملتها في البشرية، اللي عملتها إيه؟ فايدتك إيه؟ انا شايف ان سبب كبير جدا من التخلف اللي عندنا العقلي والعضلي كمان اللي هو الادمان. نمرة 1 ادمان التبغ، نمرة 2 للاسف ادمان المخدرات، نمرة 3 ادمان البلابيع. والبلابيع بسميها البلابيع بقى دي. البلابيع دي بقى البلابيع ايه؟ لان يقول لك انا هي المخدرات المخلقه. هو بلابيع، هو ولد شيك وروح يتجوز يقول لك لا انا مش هتجوز، انا اخد شويه منشطات. عايز عنده ماتش يقول لك انا عندي امتحان عايز منشطات. البلابيع دي بتاعت الصيدليات. يبقى البلابيع انا بسميها البلابيع اللي بلبعها بلبعها حاجات بياخدها بدون امر طبيب. مش عارف اثارها الجانبيه عشان ابقى نشط، عشان انا ما انامش، ما هو اللي ضيع نشاطه عشان اسهر في المظاهره، عشان اسهر في المظاهره. يبقى الحاجات دي كلها اخطاء كثيره جدا بتيجي ان هو ما بيسمعوش اذاعه، بيتفرجوا على التلفزيون والتلفزيون بيضيع التركيز بتاعي. الاذاعه بتخليني ابتكر وابدع. انا دلوقتي لما احكي قصه في الاذاعه دلوقتي الناس بتسمعني، هي مش عارفه انا شكلي طويل قصير اطلع. الخيال هو مدرسه التفوق العلمي، ان انا افكر، ان انا افكر واتخيل. التخيل العلمي ده مهم جدا. ما حد اللي عمل الطياره تخيلها، اللي عمل السفينه لم تتخيل حاجه. هو ده طريق الى التقدم. يبقى دلوقتي هنتكلم النهارده انا التدخين آفة، بس هم مش مقتنعين. يقول لك ما هو بيقول بيموت، ما ماتش، ما بيدخلوا ما يموتوش. يبقى لازم اسمح لي بقى خلينا عمليين وتقول للشباب اللي عايز يبطل تدخين واللي بيدعي يقول ابويا وجدي قعدوا يدخنوا ل 100 سنه وما جرى لهمش حاجه، يبطلوا ازاي؟ تقنعهم تطعيم الشباب بالمعلومات الحديثه. لان الشعب ده برضه متنور وبيقعد على النت والفيسبوك، فلازم يقولوا معلومات حديثه ما سمعهاش قبل كده وتكون صادقه. عن ايه بقى؟ عن التدخين. احدث معلومة عن التدخين بتقول ايه؟ الطفايات تدخين السيجارة دلوقتي موجودة في السورية، عاملين فيها عين. ليه؟ عشان ما كل اللي يمسك السيجارة ويحطها في الطفاية لشكل العين يعرف ان التدخين يؤدي الى العمى. ما حدش عارف. التدخين يسرع الاصابة بالعمى. دي جديدة فعلا. التدخين يؤثر على الخصومة. التدخين يؤثر على الاداء الجنسي. يبقى انا لما هتجوز يروحوا يشتروا البلابيع. وهي بعد كده هتقتله ولا يقتل؟ بقى يا دكتور مجدي ان في صيدلات بتروج ما هو بقى البلابيع للاسف الشديد ما عندهمش ضمير، بيقتلوا شبابنا. نمرة 3 انا كنت بقول السنه اللي فاتت عشان تبطل التدخين لازم تدوس عليها. لك انا بدوس عليها، لا دوس على السيجاره بجد، يقول لك بدوس عليها، بس لا دوس عليها قبل ما تدخنها مش بعد ما تدخنها. دوس عليها لو انت عندك القدره والعزيمه ان انت هتدوس عليها. لك لا انت في الصوم رمضان يقول لك خلاص، يقول لك طب لما اخلص السجاير اللي في العين مدام بتصوم رمضان وما دام بتطلع في المترو وما تدخنش، وما دام بتدخن قدام رئيس الجمهوريه او رئيس الجيش عندك الهيبه، ما دام بتقدر تسيطر على نفسك وما تدخنش، ممكن برضه تحترم نفسك وما تدخنش. حاجه ثانيه برضه مهمه، الناس دلوقتي اسمح لي بقى اخد هلقط الخيط منك واقول لكل مدخن سمعنا دلوقتي من فضلك قوم كده وانت متوجه الى الله سبحانه وتعالى وبكامل ارادتك، هات علبة السجاير حتى لو جديدة، طلع اللي فيها وتدوس عليها بحذائك. عارف لو دوس عليها ده المفتاح. يعني دكتور مجدي اسمح لي اقول موقف ظريف حصل مع الكاتب الكبير مصطفى امين. انه كان مدخن كان شارع، ده كان بيولع سيجاره من سيجاره. في وقت من الاوقات كان ليله شتويه ممطره فظيعه،
قام يدور على سيجاره ما لقاش سيجاره عنده في البيت، فنزل يشتري علبه سجاير، فوجد ان جميع المحلات مقفوله، هو حظه كده ولا محل ولا كشك ما فيش حاجه مقفوله. فرجع قعد مع نفسه وقال بقى هذه السيجاره هي التي تأسنني، انا اسين لها. بعد ما جاب علبه سجاير ثاني يوم راح حاططها في الحذاء وداس عليها. تمام. اللي عمل كده على فكرة أستاذ فهمي عمر من رواد الإعلام المحلي، بحييه بقول له كل سنة وأنت بخير وصحة يا ريس. أستاذ فهمي طبعا رئيسنا عمل كده، جاب السجاير وداس عليها برجليه بحذائه يعني. ده برضه الفطرة عنده موافقة. دلوقتي بقى النهارده بنقول اكتشفوا ان احنا اما نقعد الشباب على الكمبيوتر ونديهم برامج فيها الانيميشن ونخليه يكسر كورة، يعني يحطم الكورة، يحطم القنبلة، اما يحطم السيجار، اكتشفوا ان 80% من البرامج اللي بتخليه، ده البرامج الالمانية، يحطم شكل السيجارة ده يقضي على التدخين، على عكس مثلا 4% بس اللي بيكسر الكورة ممكن يطلع التدخين. يبقى شوف ازاي بقى ده الجيل لازم بيدخله في مخه ان هو بكره سيكولوجيه. الحاجه ده اللي بيكسر الكوره ولا بيكسر الشرير ولا ما اعرفش ايه، بتولد عنه بعنف، عنف ذاتي واحد. برضه من الحاجات الجميله برضه عشان نوقف التدخين ان احنا نختار القدوه. يبقى انا بسال صاحبك مين؟ 90% من التدخين قدوه. القدوه جت منين؟ جت 60% من التلفزيون، يبقى 30% من الأصدقاء، بعد كده من أبويا أو أمي. دي مهمة. بعد كده برضه من الحاجات المهمة إن أنا لازم يبقى عندي العزيمة ولازم أمارس حاجة تخليني أثق بنفسي. طلع إن أهم حاجة تخلي الواحد يثق بنفسه الرياضة. طبعا ومش عارفين المشي بيحرك أعضاء الجسم كله. المشي بيخليه يزود التنسيق بين المخ مع الجسم كله، فده مهم جدا. يقول لك امشي واشرب ميه كتير. حاجة بعد كده هناك أغذية بتساعد على إقلاع التدخين، من ضمنها أشرب ميه كتير. ما بيشربش ميه، الشباب بيشربش ميه. نمرة 2 اخد حاجات فيها فيتامين أ وسي. ألف موجود في الجزر، الحاجات الخضراء مش مطبوخه الورقيه، والفلفل والحاجات الصفراء كلها موجوده والرخيصه، والسين برتقال وليمون وكيلو وفلفل والجوافه. وبعد كده كمان اما احس ان انا عايز ادخن، طب ما انا اقول مثلا انا بعمل مثلا في العيله بتاعتي بدخن كام سيجاره، 25 يخرب بيتك 25 عندك 25 ضعف الناس اللي قاعدين هيجي لك بعد شهر 70 ريال. طب انا موافق دخن يا حبيبي، بس ايه رايك نخلي الاسبوع ده خليه 24؟ انا موافق دكتور بالتدريج. واحد كده حد يقول له لحد ما بقول له طب بص السيجاره اقطعها بالنص، خد نص سيجاره خلاص بقى مش عايز يا دكتور. وبعد كده انا بقول له النهارده كده هتكلم على اليوم الثالثه ليه بقى؟ اليوم قدنا وهتعلن بس دلوقتي لانه كانت لما ياخدوا مني بكره. طب قول لنا دلوقتي. شوف حضرتك، طفل صغير جاله سرطان في الرئه وما خرجش من البيت، عنده 4 سنين. طفله صغيره عندها سرطان في المثانه، التدخين دي مثلا في الستات. طفله صغيره عندها 5 سنين ما خرجتش من البيت لسه، ابوها ما بيدخنش، ابوها ما بيدخنش، امها ما بيدخنش. مفيش تدخين مفيش تدخين ايجابي، تدخين سلبي في البيت، ولكن هناك ضيوف بيعملوا تمريض الضيوف الاطفال ما يقعدوش معاهم. طب ازاي مفيش تدخين سلبي؟ فدي زي السلسه بقى، نقول زي السلسه ان هو طلع ان بيطلع مواد من مخلفات التبغ تسقط على الاسطح، اهمها النيكوتين. يوم النيكوتين يلتصق بالاسطح، الاسطح اللي ايه؟ جلدي، شعري، هدومي، ترابيزتي، الكرسي اللي بقعد عليه، السجاده، الكرسي بيصوروا الاشعه، الكرسي الولد يقعد على كرسي ويحط ايده على مكان الراجل كان مدخن من 5 بعد ايام كده يمسح وشه البطاريه بيشحن او ياكل حتى بيها. برافو عليك، بيشحن 5 ايام بياخد نيكوتين بيلتصق، النيكوتين يدخل جوايا. انا عندي في الشارع غازات اكسيد النيتروز واكسيد النيتريك اللي جايه من العربيات والمنتجات والحاجات دي كلها تتفاعل مع ده، طبعا مواد مسرطنه كلها حاجات سامه كلها. دكتور يعني يا ريت نوعي اخواتنا الفتيات اللي بيجلسوا على المقاهي والشيشه يعني والله حاجه مفيده يا ابو الماجد، يعني متصورين ان ده مظهر حضاري. وبعدين انا زعلانه جدا بص تلاقي حضرتك يا دكتور يعني واحده محجبه يعني شكلها محترم ومحتشمه وقاعده تشرب شيشه، يا ناس فوقه القيم والاخلاق بتاعتها. وده غلط، الشيشه 60 سيجاره 60 الشيشه حاجه بالي كمان مش عارف حضرتك. انا لما ادخن السيجاره ادخنها في دقيقتين.